أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء المتجدد دائما وبرنامج على الحلوة والمرة. النهاردة بنعيش مع حضراتكم يوم عيد حقيقي في عروس الصعيد محافظة المنيا، يوم غير تقليدي بيشهد للعديد من المواقف. هذا الصرح اللي احنا واقفين قدامه اللي قامت القوات المسلحة ورجالها وسلاح المهندسين بإعادة تجديد هذا المكان. جمعية الشبان المسيحية النهاردة معاكم مشاهدينا الكرام بعد إعادة التجديد وبعد إعادة الإنشاء. النهاردة افتتاح هذا الصرح بحضور عدد كبير جدا من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية. النهاردة هنعيش مع حضراتكم وهنشوف العديد من اللقاءات الجديدة في هذا اليوم اللي بنعتبره يوم عيد حقيقي لمحافظة المنيا. عيشوا معنا وكونوا معنا وعلى الحلوة والمرة. عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، وزي ما وعدنا حضراتكم في المقدمة اللي قدمنا لحضراتكم ان احنا النهاردة من شارع عدنان الملكي محافظة المنيا. المكان بيشهد اجواء فرح، اجواء عيد افتتاح هذا الصرح. مشاهدينا الكرام، بيسعدنا ان يكون معانا السيد رئيس مجلس ادارة جمعية الشبان المسيحية الاستاذ زين فكري. نرحب بحضرتك والف مبروك. اهلا بيك واهلا بالقناه السابعه وبشعب المنيا الحلو وقواتنا المسلحه الجميله. انا النهارده بيفكرني بيوم فرحي. انا بتجوز مره تاني النهارده. احنا عندنا المسيحيين ما بنتجوزش غير مره واحده، بس النهارده انا بتجوز مره تانيه. فرحي بفرح افتتاح الجمعيه بعد ما طالتها يد الارهاب والغدر والظلام وقوى الظلام وتتار العصر الحديث. قواتنا المسلحه ورئيسنا ربنا يخليه ويخليه لمصر ويخليه لبلدنا كلها ادى اوامره باعاده الشيء لاصله. واديكم شايفين الصرح العظيم عمل ايه. احنا كنا بنشكي من التمويل المالي وكنا عايشين يعني ما بننامش الليل. اولا الجمعيه دي ملك كل ابناء المنيا. الجمعيه دي يا استاذ زين قعدت قد ايه يعني معطله عن العمل؟ من 2013 من عقب فرض اعتصام رابعه للحظه دي وهي معطله، وهم بغبائهم مش عارفين ان الجمعيه دي جمعيه اولا ثقافيه ورياضيه وعلميه وتربويه ولا تمت للدين بصله. الجمعيه دي بتخدم ابناء المنيا كلهم، مسيحي ومسلم والضيوف بتوع المنيا. فاللي حصل ان هم دمروا وكالوا وسرقوا ونهبوا وعملوا،
وقعدنا كاتب والنهارده احنا الحمد لله يوم عيد، إحنا يوم عيد، إحنا بنستذكر فرحانين. بس الاشياء دي. شايفين الدنيا عامله ايه، واجواء احتفاليه بالقياده السياسيه. مساعد وزير الدفاع هيفتتح معانا السيد اللي هو المحافظ، السيد مدير الأمن. رجاله الجيش اللي مشرفينا النهارده واقفين معانا، رجاله الشرطه وكل المواطنين، القيادات الدينيه اللي موجوده، الاوقاف والازهر والكنيسه، وكله حاضر. لا تتخيل مدى فرحه القيادات الدينيه سواء اسلاميه او مسيحيه باعاده افتتاح المكان ده. لا تتخيل مدى فرحه القياده السياسيه. لا تتخيل مدى فرحه العقول المتنوره الجميله اللي هي بتحب مصر وبتعشق تراب مصر، لاننا كلنا بنحب البلد دي وبنعشق البلد دي، ودايما نكون في خدمه البلد دي زي ما هي خدمنا كده. المكان ده كله ده اللي اتعمل فيه كل اهالي المنيا على فكره. قواتنا المسلحه وقائدها العظيم ورئيس القائد الاعلى فريق صدق صبحي وهيئه الاشغال العسكريه، ربنا يخليهم لمصر ويخليكم كلكم لمصر ويخلي شعب المنيا كله لينا ان شاء الله. سعدنا مشاهدينا الكرام يكون معانا احد رموز الرياضه بمحافظه المنيا، الكابتن ميخائيل، نقول برضو احد اعضاء مجلس الاداره السابقين لهذه الجمعيه العريقه. حاضر. والحالي. الحالي انا طبعا اول حاجه بحب اوجهها للقناه السبعه، لان القناه السبعه اول قناه دخلت الجمعيه ثاني يوم مباشره بعد الاعتداء مباشره، وصورت ووضحت مدى الجرم اللي حصل على هذا المكان. زي ما وضح الاستاذ زين، احنا شعارنا المثلث دوت عباره عن 3 اضلاع بننمي الروح والعقل والجسد. لا لينا دعوه بسياسه ولا بدين ولا بعرق ولا اي حاجه. احنا هنا جمعيه الشبان المسيحيه. كلمه المسيحيه دي لها العموميه اللي هي بتخص جميع اطياف الشعب والاجناس، اللي هي القيم الاصيله. القيم الاصيله طبعا وصى بها السيد المسيح بالضبط. طبعا دي من الانجيل مباشره. فطبعا احنا هنا بنقول لشعب المنيا الجمعيه مفتوحه لكل الناس. احنا بالمناسبه مجدي، انا بوجه الشكر والتقدير للباشمهندس. طبعا بنوجه للقوات المسلحه ورئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي، اللي هو ما سابناش ومد ايده معانا ورجعنا احسن ما كنا. وبوجه الشكر للمهندس خالد عبد العزيز، لانه اول ما بعتنا له احنا عايزين نطور الملعب بالنسبه لحاجات. السيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه ما تواناش، بعت لنا وعملنا ملعب متطور وساعتها هتشوفوا متعدد فيه طايره وسله ويد وقدم وخماسي قدم. والحمد لله احنا بنقول نشكر ربنا ونشكر القناه السابعه ان اهتمت بالجمعيه في يوم الاعتداء ويوم الاحتفال ويوم الفرحه بتاعه البلد. يوم العيد مع حضراتكم النهارده، وهنستمر معاكم على مدى اليوم ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، لقاءاتنا مستمره وبنشوف كل الناس اللي فرحانه بافتتاح هذه الجمعيه واعادتها مره اخرى للعمل لخدمه كل المواطنين. مفيش فرق هنا على فكره في الجمعيه ما بين مسيحي وما بين مسلم نهائي. الجمعيه بتفتح عضوياتها للجميع، ملاعبها للجميع، الفندق اللي موجود وهنشوفه دلوقتي مع حضراتكم ايضا للجميع. مشاهدينا الكرام، هنستكمل مع حضراتكم هذه اللقاءات، تابعونا. وعدنا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم والافتتاح الكبير اللي بتشهده محافظه المنيا لجمعيه الشبان المسيحيه. معانا مجموعه كبيره جدا من الشخصيات العامه، الشخصيات الدينيه، اللي الناس كتير جدا جت عشان تبارك وتهني بهذا الافتتاح. الدكتور بهاء فكري طبعا في غنى عن التعريف. الله يخليك، اهلا وسهلا، وطبعا يوم جميل والف الف مبروك. انا بقول مبروك لمصر والمصريين كلهم للحقيقه، وانا سعيد جدا في يوم النهارده بيمثل رمز كبير في كل اللي ممكن تجمعه مصر. وطبعا العمل الجميل اللي بيفتتح النهارده ده عمل قوات مسلحه واللي هي الغطاء بتاعنا كلنا في دايما يعني. وسعيد جدا ان كل فئات وطوائف المجتمع المصري كلها فينا هذه الصور المشرفه اللي احنا بنشوفها دلوقتي مع قصة عادل جد الله طبعا. ده طبعا قصة عادل ده يعني على فكرة من الشخصيات الوطنية الجميلة والداعية للسلام والمحبة الحقيقة يعني. وسعيد جدا ان انا شفته النهاردة على فكرة يعني. وانا سعيد ان كل الطوائف زي ما بقول لك النهارده موجوده، قيادات مسيحيه، اسلاميه، قيادات تنفيذيه، قيادات شعبيه، قيادات مجتمع مدني، عمل عام، شباب، مرأة، تنفيذيين،
يوم عيد بجد، كأننا في يوم العيد فعلا. كل المقاييس، ويمكن رمز ان كلهم بيقولوا مبروك تحيا مصر. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ده حقيقة. وبرضه مهم جدا انهم شجبوا العمل بوجودهم النهاردة، وبيحيوا العمل اللي هو التجديد والتطوير اللي تم ضد هذا العمل اللي احنا كلنا شجبناه في الفترة اللي فاتت. بنرحب بقداستك ونقول يعني اليوم النهارده بيشبهك بيوم العيد فعلا. احنا النهارده الحقيقة بنشوف مصر بكل طوائفها بكل مذاهبها، شعب مصر. هي دي مصر. مصر ما فيهاش مسلم ومسيحي، لكن مصر فيها كلنا ايد واحدة، جيش وشعب وشرطة. واحنا النهارده في هذه اللحمة الجميلة قوي 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 اللي بنشوف فيها بلدنا بحق، بلدنا بكل مذاهبها بكل فئات الشعب، رجل، مرأة، شاب، شابة، شيخ، قسيس، قيادات تنفيذية، قيادات شعبية. احنا بحق نقدر نقول النهارده في هذا العيد تحيا مصر. واعتقد بنقول لكل اعداء مصر الرساله وصلت، يعني هذه الصوره اللي بتجمع الاستاذ خيري فؤاد وحضرتك قداستك والدكتور بقى فكري، كل رجال الدين وكل السيد المحافظ، ويمكن في بعض الوزراء جايين النهارده، يعني اعتقد الرساله وصلت فعلا. اولا انا نهنئ انفسنا كمسلمين قبل الاقباط، لان ده افتتاح صرح عظيم. وزي ما حضرتك قلت دي رساله من المنيا عروس صعيد مصر الى العالم كله. هي دي مصر وهي دي المنيا، مسلمين واقباط نشارك هذه الفرحه العظيمه لافتتاح اعاده تاهيل وتطوير جمعيه الشمال المسيحيه. وبنشكر قواتنا المسلحه الباسله اللي ساهمت في هذا الصرح، اعاده هذا الصرح اللي كلنا فخورين بيه النهارده. وبقول للعالم كله وشبابنا بالذات، شباب مصر، هي دي مصر، شباب المسلم وشباب القبطي، كلنا منصهرين في بوتقه واحده اسمها في حب مصر. فانا بقول النهارده لكل الناس، وانا اولهم كمصري مسلم، بهنئ نفسي وبهنئ بلدي، وبشرف ان احنا كلنا النهارده متواجدين على هذه الارض الطيبه، ونقول لاخواننا الف الف مبروك. وسط اجواء العيد اللي احنا فيها واجواء الفرح والورود والشخصيات العامه اللي موجوده، نقول الرساله اللي كانت قبل كده بتقول ان صعيد مصر او المنيا هي منبع الفتن الطائفيه، حضرتك تقولي النهارده لكل العالم. عايز اقول واحنا في المنيا عروس الصعيد، المنيا اللي احتضنت العائله المقدسه، المنيا اللي كان فيها العائله المقدسه لقت امانا وامنا واستقرارا في هروبها من البطش الرومان. لكن يكفى للمنيا ان تكون العائله المقدسه بتستوطن وبتعيش وبتامن في هذه البلده. فاحنا النهارده بنهني انفسنا، وانا بصفتي وباسمي وبشخصي بهنئ المنيا والسيد محافظ المنيا وكل القيادات التنفيذيه والشعبيه وكل رجال الشرطه ورجال الجيش. والتحيه الكبيره قوي 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 للرئيس بلادنا السيد المحبوب الرئيس السيسي. واحنا بنقول له يا ريس من هنا كلنا احنا ايد واحده، كلنا احنا معاك، واحنا بندي رساله لكل الناس ولكل العالم. فبنقول الله اكبر على كل غاشم يريد انه يفتك بمصر، والله محبه اللي بيجمعنا كلنا، والف الف مبروك. الله اكبر والله محبه. دكتور بهاء، رساله بقى توجهها للناس اللي بيحاولوا يزرعوا الفتنه ما بيننا، نقول لهم يلعبوا غيرها ولا ايه؟ هو للحقيقه يمكن العلاقة اللي بتربط بيننا وبين بعضنا كأشخاص هي دي الرسالة اللي احنا ممكن نوجهها بتاريخ طويل. مش علاقة بين علاقة عابرة، لا دي علاقة تاريخ وعيش وملح وحب وصداقة وعشرة وكل ما تتخيله. هي دي مصر، هي دي مصر. ودي رسالة فعلا من مكان برضو الرمز اللي حصل فيه النهاردة هذا الافتتاح الجميل وهذه اللمة الجميلة. مصر بكل طوائفها النهاردة موجودة، زي ما بقول لك مفيش مسلم ومسيحي، في شاب، في مرأة، في شيخ، في قيادة تنفيذية، في قيادة شعبية، في قيادة سياسية. تقدم في خير جاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ومصر لن تدار ابدا، وتحيا مصر ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم وهذه الاحتفاليه الكبيره، وعدد كبير جدا من الشخصيات الشعبيه والتنفيذيه ورجال الدين اللي موجودين معانا. هنروح لهذا الفاصل ونرجع نستكمل لقاءاتنا مع حضراتكم مره ثانيه.
ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ودلوقتي يعني نقول ما زلنا في الأعياد والاحتفالات الموجودة على أرض محافظة المنيا. بيسعدنا أن يكون معنا أكبر مسؤول في جمعية الشبان المسيحية جمعية الواي السيد سامي أرمية، وأيضا أكبر مسؤول لجمعية الشبان المسلمين في محافظة المنيا. أهلا بحضراتكم معنا. أهلا بيك. وإحنا النهاردة مهما اتكلمنا الكلام لا يكفي. سعداء 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 جدا جدا، وبنشكر القوات المسلحة للدور اللي قامت بيه، وده المعهود في القوات المسلحة دايما انها في كل المواجهات اللي بتواجهها من ازمات في مصر بنلاقي دايما في ظهرنا ومعانا القوات المسلحة. اللي عملت النهاردة في الواي مهما يكن، وانا معي رسائل من الاتحاد العالمي في جنيفا والاتحاد الافريقي في كينيا والشرق الاوسط، عشان شكر خاص للسيد الرئيس وشكر خاص للقوات المسلحة على الجهد اللي بذلوه في هذا المكان. بالضبط. وجود جمعية الشبان المسلمين اليوم والسيد المهندس احمد، طبعا نقول يا فندم يعني وجودكم النهارده اظن يعني ما فيهوش لا مجاملات ولا عشان تصوير ولا شيء. ده بيتنا، وجمعية الشبان المسلمين هي بيتنا ايضا. مفيش شك ان دي بيتنا بصفة عامة، وانا شخصيا ازعم ان انا اسعد الموجودين حاليا، لان انا تربطني بالقاعة اللي اصيبت بعض الوقت ذكريات طفولة امتدت لمدة 3 سنين في قسم النشء هنا، وبالتالي فاحنا بنعتبر ان الشبان المسيحية هي الفرع الشمالي للشبان المسلمين، فاحنا حاليا في الشبان المسلمين. بالضبط يا فندم. يمكن عارف غدا ان شاء الله او بعد ايام هنبقى في الفرع الجنوبي للشبان المسيحية، نحتفل باحتفال الواي داخل الشبان المسلمين. ويمكن يا فندم عرفت كمان ان وقت الاحداث في 2013 جمعية الشبان المسلمين اللي هي الفرع الجنوبي كان فاتح ابوابه، وكان كل الانشطة بتمارس عادي جدا. ويمكن سامي بيه عارف كان في تنسيق تليفونيا انا وهو والمهندس زين علشان نحاول مع وزارة التضامن تتولى اعادة الشيء لاصله، وطبعا الحمد لله انه يعيد الشيء لاصله بشكل افضل على ايد ابناء مصر في القوات المسلحة، والنهارده عيد يعتبر عيد اهلي لمحافظة المنيا. احنا في الحقيقة يعني المشاعر والصورة لا تكذب ولا تتجمل، والكلام ده من القلب فعلا. بص يا سيدي، انا هقول لك كلمتين بصراحة. الشبان المسلمين والشبان المسيحية عادوا دايما مع بعض في كل المناسبات، مش المناسبة دي، حتى ما تعرضت الشبان المسلمين بعض المواقف كنا اول من راح للمستشار احمد الفضالي رئيس المركز العام. احنا مصريين اولا ومصريين ثانيا ومصريين ثالثا، ولكن العلاقة اللي بين الشبان المسلمين والشبان المسيحية دي علاقة أزلية وعلاقة أخوية، وكل وقت أنا محتاج حاجة برفع السماعة وأكلمهم، وهم محتاجين حاجة يرفعوا السماعة، سواء هنا أو في أسيوط، عمر شريط، أحمد بن حسيني. يعني ده علاقة طيبة. دلوقتي هنستسمح حضراتكم، هنستقبل السيد اللواء الوزير المحافظ عصام البديوي مع حضراتكم، واحنا نطلع معاكم بره نستقبله. شكرا. السيد اللواء الوزير عصام البديوي، بنبارك لحضرتك، بنبارك لمحافظة المنيا.
وجود هذا الصرح الكبير في محافظه المنيا واعاده تجديده واعاده بنائه مره اخرى. الف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك على اهل المنيا جميعا هذا الاحتفال العظيم ان شاء الله. يمكن احنا في البدايه في المقدمه شبهنا اليوم ده بيوم عيد، يعني فعلا النهارده عيد كبير جدا بيجمع كل القيادات الشعبيه التنفيذيه، القيادات الدينيه، الامنيه، قواتنا المسلحه العظيمه اللي بنرفع لها النهارده نقول كل معاني الشكر والتقدير على هذا الخطر. هو يوم جميل ويوم سلام ويوم اعلان حب لمصر ويوم اعلان عرفان بالجميل للقوات المسلحه على كل ما تقوم به من اجل هذا الشعب، لانها الحقيقه يعني اللي هي بتقوم به بتضرب نموذج ورمز يحتذى به، زي ما هي رمز يحتذى به في الحرب، هي رمز يحتذى به في السلام. ولذلك احنا كلنا بنكن لها كل التقدير وكل الاحترام وبنقول لهم متشكرين ان انتوا خليتونا نعيش هذا اليوم الجميل. هذا الجمع الكبير يا فندم، والسيد اللواء مدير الامن يعني يا فندم تمام يا فندم. يعني عايزين كلمه النهارده يا فندم. احنا طبعا كل القيادات اللي موجوده النهارده طبعا يا فندم نقول الرساله وصلت لكل العالم، الناس اللي بتحاول انها تعمل فتنه او تدق اسفين ما بين المواطنين الشرفاء. حضرتك الرساله وصلت؟ اعتقد ان الرساله وصلت بوضوح نافي للجهاله. الناس كلها عايشه هنا في المنيا في سلام. انا ما بقاليش كتير في المنيا، وحتى الان لم اشعر باي نوع من القلق او الخوف او الاحساس بان انا محتاج لامن ولا حراسه وانا ماشي، ولا حسيت ان في مشكله بين الناس في المنيا اكثر من وجود عنصر او عنصرين بيسيئوا للدوله المصريه كلها، وده شيء مش موجود في كل دول العالم. بنشكرك يا فندم، وهنبدا مع كل الحضور دلوقتي وهنحضر الاحتفاليه والافتتاح الرسمي لهذا الملعب، وهنروح لافتتاح الملعب طبعا والسيد الاستاذ زين نعم يا فندم. طبعا من الرياضيين القدماء. طبعا نعم. احنا حضور السيد المحافظ نعم. وسياده اللواء كان حرب، سياده اللواء وكيل الامن شرفونا، وسامي بيه المية رئيس الهيئه العامه لدفاع شبان الاسعايه. ده اكبر شرف لينا، ورساله الجيش وصلت للمنيا كلها مسيحي ومسلم، وصلت لينا كلنا. الجميل بتاعهم على راسنا من فوق، وده من الجميل. المسلحه يا فندم ليهم كل التحيه، والقياده التنفيذيه والسياسيه والقياده الامنيه اللي منورانا ومشرفانا، ده تاج. وبنقول رساله مش لمصر، للعالم كله. لا توجد فتنه طائفيه في المنيا الحمد لله. رساله من الصعيد يا فندم، وتحيا مصر. والله تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
مكان في سلام وأمان ونتاج أرواح كثيرة أنفقت على أرض هذا الوطن لتحمينا من القوات المسلحة ومن الشرطة ومن أهالينا المدنيين على أرض مصر وفي كافة ربوع مصر، ضحوا بأنفسهم وأرواحهم من أجل أن نعيش في سلام. فأنا بستأذن حضراتكم عشان أرواحهم اللي حولنا أن نقف نقيم الحداد على شهداء جميعا. السلام هو الله سبحانه وتعالى، هو السلام، وأمرنا بالسلام وخلقنا في سلام وعلى الأرض السلام. خلقنا لنعيش سويا على أرض هذا الوطن، وأنا أعتقد أن ما شهدته المنيا من أحداث رأيناها جميعا هي كانت جزء من أحداث شهدتها كافة محافظات مصر بدرجات متفاوتة، ولكن كلها كانت تهدف إلى شيء واحد، هو تدمير الدولة المصرية تدميرا كاملا حتى لا يكون لهذه الدولة كيان يحمي هذه الأمة التي نعيش في ظلها وفي وسطها. الحرب كانت قوية، ومع احترامي لكلماتك يا أستاذ الدين أن الإرهاب هو الذي فعل ذلك، أنا بقول لا، الإرهاب قد يكون رجل ذو عقيدة يدمر الحكم، أما من قام ببيعته لمصر فهو أمير دليل حقيقي لا يتحدث عن القتل الذي يستهدف شخصا ما يعين، ولكن كان يستهدفه جميعا. لم يكن يستهدف دار عبادة واحدة بعينها، ولكن كان يستهدف كل العبادة. كنا نشاهد ما يحدث على أرض مصر وقلوبنا تجري مما يحدث، وندعو المولى سبحانه وتعالى ونسأل كيف نستطيع أن نواجه هذا الخطر وهذا الدمار، ولكن لأن المولى سبحانه وتعالى هو السلام وعلى الأرض السلام، فأرسل لنا رجال السلام من القوات المسلحة ليعينوا الدولة المصرية على أن تقف مرة أخرى في ثبات وتعيد بناء ما دمره مرتزقة الدول التي ترغب في تدمير الدولة المصرية. وجودي اليوم وسط حضراتكم وإحساسي بهذا الأمان وهذا الحب المتبادل بين كل من هو موجود في هذه القاعة وخارج القاعة بيؤكد أن احنا دولة عظيمة، وأن الشعب المصري شعب عظيم، وأن احنا بإذن الله قادرين على التنمية وقادرين على تحقيق المستحيل وقادرين على أن نخرج من عنق الزجاجة لتصبح مصر دولة من أكبر وأقوى دول المنطقة تدعو إلى السلام لا تدعو إلى الحرب، تدعو إلى النماء والحب، لا تدعو إلى القتل والدمار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مع الاحتفالية الكبيرة المقامة على هامش إعادة افتتاح جمعية الشبان المسيحية بمحافظة المنيا، عشنا معكم هذه الحلقة من برنامج على الحلوة والمرة. الشكر المؤكد لقواتنا المسلحة وللهيئة الهندسية للقوات المسلحة، شكر للسيد الرئيس الذي وعد فأوفى أن كل دور العبادة وكل المنشآت التي أضيرت خلال الثورة بالفعل تم افتتاحها،
وتم تجديدها أفضل مما كانت. بشكر مشاهدينا الكرام كل زملائي اللي شاركونا النهاردة وسهروا معانا لإخراج هذا العمل ولترتيب هذه اللقاءات. من الحركة زميلنا علاء الفولي، من الهندسة الإذاعية محمد توني وجلال سمير، ومدير التصوير المبدع أحمد عيد، والمعد الكبير الأستاذ حسام النميري، وأيضا المخرج المبدع أحمد عبد الهادي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وعلى وعد بلقائكم في الأسبوع القادم. لكم أرق تحياتي وأرق تحيات أسرة البرنامج. شكرا لكم وإلى اللقاء.